هنشرح الثيرموداينامكس اللي هي الحرارة الديناميكية. أول حاجة عايزين نعرف التعريف بتاعها ايه. أول حاجة التعريف بتاعها ده بيكون فرع من فروع الفيزياء، اللي هو بيتعامل مع ايه، اللي بيتعامل مع العلاقة اللي بتكون العلاقة ما بين الحرارة اللي هي الهيت والأشكال التانية بتاعة الطاقة. يبقى هو فرع من فروع الفيزياء اللي بيتعامل مع العلاقة اللي بتكون اللي بين الحرارة والأشكال التانية اللي بتبقى ناتجة من الطاقة. طب تمام. طب بيتعامل مع ايه تاني غير الحرارة؟ بيتعامل مع الورك اللي هو الشغل، وبيتعامل مع التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة، وبيتعامل مع العلاقة اللي بتكون ما بين الطاقة والراديشن اللي هو الإشعاع. تمام. وبيتعامل مع ايه كمان؟ مع خصائص المادة اللي هي properties of المطر. تمام. طب الطاقة الحرارية دي بتكون ناتجة من ايه؟ بتكون ناتجة من الحرارة اللي هي الهيت. ماشي. طب الحرارة دي بتتولد ازاي؟ بيكون عندنا جسم او مادة، بيكون فيه جسيمات. الجسيمات دي كل ما بتتحرك بتطلع لنا طاقة، بتطلع لنا حرارة اللي هي هيت. وكل ما الجسيمات دي بتتحرك أسرع كل ما بتتولد حرارة أزيد، يعني بتزيد أكتر. تمام. طب عشان ندرس الثيرموداينامكس ده عندنا طريقتين. أول طريقة في طريقة اسمها ماكرو، وتاني طريقة اسمها طريقة المايكرو. الماكرو ده اللي هو اسمه له اسم تاني كلاسيكال، والمايكرو طريقة اسمها ساتستيكال. تمام. هنيجي على طريقة الماكرو الأول. طريقة الماكرو ده بتدرس ايه؟ بتدرس عدد كبير جدا من الجسيمات اللي بتتكون منها المادة. طب تمام. الجسيمات دي مش يعني في الطريقة دي مش بيكون شرط ان احنا بنتعرف على السلوك بتاع الجزيئات او الجسيمات اللي بتبقى في الجسم او المادة. يبقى طريقة الماكرو بتدرس عدد كبير جدا من الجسيمات اللي بتكون في المادة، ومش بتهتم بسلوك الجزيئات دي ايه. طب طريقة المايكرو عكسها، بتهتم بطريقة الجسيمات دي، وكمان بتدرس متوسط السلوك بتاعت الجزيئات دي. تمام. طب احنا عندنا حاجة اسمها سيستم. السيستم ده بيكون محيط بحاجة اسمها باوندري. باوندري ده اللي هو في النص، والاتنين دول محيطين بحاجة اللي هي دي اسمها surrounding. تمام. ايه السيستم وايه الباوندري وايه السراوندينج؟ السيستم ده السيستم ده بيكون دي منطقة. المنطقة دي بيكون جواها مادة. المادة دي بتحتوي على طاقة منفصلة عن المحيط. يعني دي السيستم ده منطقة مغلق، يعني له حدود منفصل، او يعني اللي جواه منفصل عن المحيط اللي بره. طب المنفصل بايه؟ بحدود، جدران، حاجات زي كده. طب الباوندري ده ايه هو؟ الباوندري ده دون بتكون طبقة. الطبقة دي ممكن تكون حقيقية او خيالية. يبقى ممكن تكون حقيقية او خيالية اللي هي imaginary. تمام. طب الطبقة دي هي اللي بتفصل، طبقة الباوندري دي هي اللي بتفصل النظام اللي هو السيستم عن السراوندينج اللي هو المحيط. طب نيجي على السراوندينج اللي هو المحيط. ده بقى الفضاء اللي بيبقى خارج حدود النظام ده. وعندنا كل حاجة اللي هي السراوندينج ده بيتفاعل مع السيستم وبيتفاعل مع الباوندري. تمام. هنيجي على الحاجة التانية اللي هي أنواع النظام ده اللي هو التايبس. أنواع عندنا 3 أنواع. أنواع النظام ده كام نوع؟ عندنا 3 أنواع. أول نوع اسمه
isolated system. تمام. ايه هو الايزوليتد سيستم ده؟ اللي هو النظام المعزول. النظام المعزول دون بيبقى في الثلاث انواع. بيبقى في حاجه اسمها الانرجي والنويز. هنشوف في الثلاث انواع بتوع النظام الانرجي والماس اللي هو الطاقه والكتله بتنتقل ولا ما بتنتقلش. هنشوف في الايزوليتد سيستم بيقول ان مفيش تبادل للطاقه ولا الكتله مع المحيط، يعني ولا ده ولا ده بيتنقلوا عند المحيط. تمام. طب ايه هو النظام المثال للنظام المعزول؟ اللي هو اليونيفرس، اللي هو الكون. تمام. ده مثال على الايزوليتد سيستم. يبقى الايزوليتد سيستم مفيش تبادل للطاقة وللماس مع المحيط اللي هو السراوندينج. والمثال على الايزوليتد سيستم عندنا اليونيفرس اللي هو الكون. تمام. تاني نوع عندنا اسمه closed system اللي هو النظام المغلق. النظام المغلق قالك ممكن ان احنا نتبادل الطاقة دي مع المحيط اللي هو السراوندينج بس الماس مش هتتبادل. تمام. المثال بتاعها قال اللي هو المكبس اللي هو اسمه ريفريجريتور. تمام. طب تالت نوع اسمه open system اللي هو النظام المفتوح. النظام المفتوح قالك ممكن نتبادل الطاقة والكتلة. يبقى في الايزوليتد سيستم ما ينفعش ولا نتبادل الطاقة ولا الماس. في الكلوزد سيستم ممكن نتبادل الطاقة لكن الماس لا. في الاوبن سيستم نتبادل الاتنين عادي. ايه هو بقى المثال عند الاوبن سيستم؟ اللي هو التوربين البخاري اللي هو اسمه ستيم توربين. تمام. ماشي. طب عايزين نفرق ما بين حاجتين، التوازن الميكانيكي والتوازن الحراري. في فرق ما بينهم؟ في فرق. هنيجي على الميكانيكال ايكوليبريم والثيرمال ايكوليبريم. ايه الفرق ما بينهم؟ الاتنين بيبقى بنفرق الفرق الميكانيكال ايكوليبريم بيكون الفرق بتاع الضغط ما بين النظام والسراوندينج بيكون متناهي الصغر، يعني صغير جدا، ممكن يكون صفر. طب الثيرمال بيكون الفرق ما بين السيستم والسراوندينج برضو، بس الفرق هنا مش في الضغط، لا، الفرق في درجة الحرارة. بيبقى برضك متناهي الصغر وممكن يوصل لصفر. يبقى الفرق ما بين هنا بيبقى الفرق ما بين النظام والمحيط على الضغط اللي هو البريشر. اما هنا بيبقى الفرق ما بين درجة الحرارة اللي هي التمبريتشر. تمام. هنيجي على الخصائص بتاعة الثيرموداينامكس، الخصائص بتاعتها. طب الخصائص دي هي اللي بتحدد حالة النظام بتبقى ايه. عندنا حاجتين من الخصائص، يا اما الخصائص دي تكون extensive او intensive. ممكن تكون واسعة النطاق وممكن تكون مكثفة. تمام. طب نيجي على الانستنسيف اللي هي المكثفة. طب المكثفة دي ما بتعتمدش على حاجات كتيرة قوي، ما بتعتمدش على كمية المادة، وما بتعتمدش على الكثافة، وما بتعتمدش على الضغط، وما بتعتمدش على درجة الحرارة، وما بتعتمدش على الحجم النووي ولا الموصل للحرارة، وما بتعتمدش على التمدد ولا الانكماش. طب ده كله ما بتعتمدش عليه الانتنسيف اللي هي المكثفة. طب نيجي على الاكستنسيف اللي هي واسعة النطاق. واسعة النطاق اللي هي الاكستنسيف بيقول بتعتمد
على كمية المادة دي، بتعتمد عليها عادي، وبتعتمد على الكتلة، وبتعتمد على الحجم والطاقة الداخلية والمحتوى الحراري والحرارة نفسها والسعة والتردد. طب تمام. طب نيجي على تعريف الهيت اللي هي الحرارة. الحرارة دي ايه تعريفها؟ دي الطاقة اللي بتنقلها بين أنظمة المادة. يعني لو عندنا نظام ونظام، الهيت اللي بتبقى الحرارة اللي بتنقل من نظام لنظام تاني، اللي بتتنقل ما بينهم يعني. طب تمام. طب الهيت اللي هي الحرارة دي ما ينفعش ان احنا ننشئها نعملها، او ما ينفعش ان احنا ندمرها، تبقى من تلقاء نفسها عاديا يعني. طب وان احنا الهيت دي احنا ممكن ننقلها من مكان لمكان تاني، ممكن تتحول، يعني ننقلها من مكان لمكان تاني، ممكن نحولها لاشكال تانية من اشكال الطاقة، وهنعرف ازاي دلوقتي. يعني عندنا اللي هو التوربين الغازي. التوربين الغازي اللي هو كان من نظام الاوبن سيستم ده، التوربين الغازي ده بيحول لنا الحرارة دي، بيحولها لطاقة حركة. يبقى التوربين الغازي اللي هو التوربين بيحول لنا الحرارة دي، بيحولها لايه؟ بيحولها لطاقة حركة. وبعدين عندنا طاقة الحركة دي اللي بيحولها لايه؟ بيحولها الالكتريكال انرجي، بيحولها لطاقة كهربية. طب تمام. هنيجي مثلا نستخدم اللي هو المصباح الكهربي. عندنا المصباح الكهربي بيحول الطاقة الكهربية دي لطاقة كهرومغناطيسية، اللي هي بتبقى electromagnetic wave، بس دي بتبقى على شكل راديشن، على شكل إشعاع، اللي هو إشعاع كهرومغناطيسي، اللي هو المصباح الكهربي ده. وبعدين بعد ما اتحولت لطاقة كهرومغناطيسية اللي هي الإلكترومagnetic، بعد كده المصباح يروح نحول الطاقة الكهرومغناطيسية دي لحرارة تانية. في بعض المصابيح اللي هي بتبقى بتطلع إشعاع، وبعدين الإشعاعات دي بتبقى بتطلع حرارة. طب تمام. الحرارة لو احنا هندي الجسم حرارة تبقى بالموجب، لكن لو الجسم او المادة ده بيطلع حرارة بيبقى سالب. ماشي. دي كده كل حاجة تخص الحرارة. هنيجي على تعريف تاني اسمه ال internal energy اللي هي الطاقة الداخلية. الطاقة الداخلية دي بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن مجموع طاقة الحركة زائد طاقة الوضع، اللي هو الكينيتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. طب تمام. الطاقة اللي بتكون بين الذرات او بين الجزيئات دي بتكون عبارة عن طاقة الحركة اللي هي الكينيتيك انرجي. اما الطاقة قوة التجاذب اللي بتكون ما بين الجزيئات دي بتبقى عبارة عن البوتنشال انرجي. طب الانترنال انرجي دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على حالة النظام، اللي هو الستيت اوف ذا سيستم. تمام. وبيكون لها قيمة محددة. يعني عندنا حالة ديناميكية بيكون لها الحالة دي بيكون لها قيمة محددة، والقيمة دي غير قابلة للقياس، يعني ما ينفعش نقيسها. تمام. في الطاقة الداخلية دي ممكن يحصل تغير في الحجم. التغير في الحجم ده اللي هو الدلتا في بيكون بوزيتيف، يعني بإشارة موجبة لو الانترنال انرجي دي زادت انكريز يعني. طب وبيكون نيجاتيف اللي هو السالب امتى؟ لو الانترنال انرجي دي ديكريز اللي هي انخفضت. طب التوتال انرجي ده مثلا اللي هو التعريف الثالث اللي هو التوتال انرجي اوف ذا سيستم. الطاقة الكلية دي بتكون مجموع لجميع الطاقات اللي بتبقى في الجسم، زي مثلا الطاقة الميكانيكية، الطاقة الحركية، طاقة الوضع، الطاقة المغناطيسية، الطاقة الكيميائية، الطاقة النووية. كل الطاقة اللي بتكون في الجسم او الجسم ده اللي احنا بنسميه النظام اللي هو السيستم. تمام. طب احنا عندنا حرف الاي ده بيرمز لايه؟ بيرمز للطاقة الكلية اللي هي التوتال انرجي. بيساوي ايه؟ بيساوي احنا قلنا مجموع الطاقات كلها
مجموع الطاقات كلها زي ايه؟ زي kinetic energy مثلا، او زائد البوتنشال انرجي زائد اليو. الدلتا يو اللي هي اللي هناخدها دلوقتي فيما بعد هنعرف قرارها ايه. طب تمام. اليو دي اللي هي الانترنال انرجي هيبقى لها قانون هناخده في اخر محاضرة تقريبا. طب تمام. طب الكينيتيك انرجي القانون بتاعها ايه؟ نص ام في تربيع. طب البوتنشال انرجي بيساوي ايه؟ بيساوي ام جي اتش. طب تمام. هنيجي على تعريف جديد اللي هو الورك، اللي هو الشغل. طب الشغل ده بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق النظام. والشغل ده مش بيعتمد على الحالة الأولية أو الحالة النهائية للنظام بس، لأ بيعتمد على المسار اللي بيتبعه الجسم أو النظام نفسه. يعني الجسم ده بيتبع مسار ازاي او بينتقل من حالة لحالة ازاي، ده بيبقى عبارة عن الشغل. يعني الشغل مش بيعتمد على الحالة الأولية والنهائية بس للجسم أو للنظام. طب تمام. طب بيتم ازاي؟ لما بنجيب النظام وبنأثر عليه بقوة، القوة دي بتؤدي لإيه؟ بتؤدي إلى إزاحة الجسم ده وبتخليه يمشي في اتجاه معين. ده كده بيتم الشغل. أو بيتم ازاي؟ بيتم بواسطة النظام اللي بيكون ناتج عن الإزاحة والقوة. تمام. طب ماشي. هنيجي على عنوان جديد اسمه اللو اوف thermodynamics، اللي هي القوانين بتاعة الديناميكا الحرارية. طب عندنا هناخد القانون اللي هو القانون الصفري، زيروس. القانون الصفر ده بيقول ايه؟ بيقول لو احنا عندنا نظامين في حالة توازن حراري مع بعض، واحنا عندنا نظام تالت منفصل عنه خالص، النظام التالت ده ممكن يكون في حالة توازن حراري مع الاتنين دول. ازاي؟ يعني احنا لو عندنا نظام A ونظام C والاتنين دول في حالة توازن حراري مع بعض. طب تمام. طب احنا عندنا نظام B ونظام C وبرضك الاتنين دول في حالة توازن حراري مع بعض، هنستنتج ايه؟ ان النظام A والنظام B برضو في حالة توازن حراري مع بعض، عشان سي مشترك ما بينهم هما الاتنين. مادام سي في توازن حراري مع الاي يبقى هي سي، والسي برضو في حالة توازن مع البي يبقى الاي نفس بي، والاتنين بيعملوا حالة توازن مع بعض. ده القانون الصفري. هنيجي على عنوان جديد اسمه kinetic molecular theory، النظرية الجزيئية الحرارية. فيها سؤال مهم: ليه الغازات بتخضع لقوانين؟ ليه الغازات بنحط لها قوانين؟ ليه؟ عندنا 5 أسباب. أول سبب عندنا إن الغازات دي بتتكون من أعداد كبيرة جدا من الجزيئات. طب تمام. والجزيئات دي بتتحرك بشكل عشوائي وبشكل مستمر، فعشان كده لازم نحط لها قانون. طب ماشي. عندنا تاني حاجة ان الحجم بتاع الجزيئات بتاعت الغاز ده بيكون مهمل. طب واحنا عشان نعرف الحجم طبيعي نحط له قانون. طب ماشي. الحجم ده بيكون مهمل مقارنة بالحجم الكلي بتاع الغاز. طب ماشي. طب ده سبب تاني. طب السبب الثالث ان قوة التجاذب وقوة التنافر اللي بتبقى ما بين الجزيئات بتبقى برضو مهملة، مع ان في بس هي بتبقى مهملة، بس احنا بنبقى عايزين نعرفها برضو، فعشان كده بنحط قانون. طب هنيجي للسبب الرابع والسبب الخامس. السبب الرابع احنا قلنا ان في السبب الاول ان الجزيئات دي بتتحرك بشكل مستمر وحركة عشوائية. يعني مادام بتتحرك بحركة عشوائية يعني ممكن يتصادموا مع بعض، ومادام هيتصادموا مع بعض يعني الطاقة هتتنقل ما بينهم. طب المتوسط
بتاع الجزيئات متوسط الطاقة الحركة هنا بيكون ثابت مادام الضغط بتاع الغاز ثابت. طب التصادمات دي بتكون ايه؟ بتكون مرنة الاستيك. ده سبب من الاسباب ان احنا بنحط قانون للغازات عشان التصادمات. طب السبب الخامس ان المتوسط اللي احنا جبناه بتاع طاقة الحركة ده بيتناسب طردي مع درجة الحرارة المطلقة. يعني عند أي درجة حرارة معينة بيكون الجزيئات بتاعة الغاز لها نفس طاقة الحركة، مع ان درجة الحرارة بتتغير، وهنا لازم نحط لها قانون. طب ماشي. طب الغاز الطبيعي الجسيمات بتاعته لها حجم خاص وليها قوة تجاذب وبتتجاذب مع نفسها. طب امتى الغاز بيسلك سلوك مثالي؟ امتى؟ في 3 حالات. اول حالة بيكون عند لو بريشر، عند ضغط منخفض. وتاني حالة بيكون عند هاي تمبريتشر، يعني عند درجة حرارة عالية. وتالت حالة اللي هي في النون بولر اتومز او المولكيولز، اللي هي في الجزيئات او الذرات الغير قطبية مش مستقطبة يعني. طب هنيجي على قوانين الغازات بقى. عندنا اول قانون اللي هو قانون بويل. قانون بويل هو قال ايه؟ قال احنا هنثبت درجة الحرارة. لما ثبت درجة الحرارة قال ان الحجم بيتناسب عكسي مع الضغط. يعني لو عند ثبوت درجة الحرارة الحجم بيتناسب عكسي مع الضغط. يعني لو قلنا V1 على V2 هيساوي B2 على B1. يعني المسألة لو قالت درجة الحرارة ثابتة هنستخدم القانون ده. طب تمام، ده قانون بويل. طب عندنا القانون التاني اللي هو قانون تشارلز. قانون تشارلز ثبت ايه؟ ثبت الضغط. لما ثبت الضغط قالك ان في علاقة طردية ما بين الحجم ودرجة الحرارة المطلقة. يعني لو قال V1 على V2 بيساوي T1 T2، احنا عارفين ان T1 بيساوي T1 زائد 273، وT2 هتبقى T2 زائد 273. T دي اللي هي درجة الحرارة بالسيليزيوس، ودي بتبقى درجة الحرارة بالكلفن. تمام. شوف لو هو هيطلب درجة الحرارة بالكلفن، لو هو في المسألة هيديك درجة الحرارة بالسيليزيوس هنجمع عليها 273 وهنحطها في القانون. هنشوف احنا علينا في المسألة، هنشوف هو مثبت ايه. ثبت درجة الحرارة هنحط القانون ده ونشتغل، ثبت الضغط هنحط القانون ده ونشتغل. تمام. طب هنيجي على القانون العام للغازات. القانون العام للغازات بيقولك ايه؟ ان البي في الفي بيساوي ان في الار في التي. ده الضغط، ده الحجم، ان ده عدد المولات. الار ده ثابت الغاز بيكون له قيمة معينة هو بيديهالك، والتي اللي هي درجة الحرارة. هنيجي بقى على اثبات القوانين. اول حاجة العلاقة ما بين الكاينيتيك انرجي والضغط. ده كده اول قانون هنثبته. اثبات القانون ده بيقول ايه؟ بيقول احنا لو عندنا جسم او نظام، فده بيبقى عبارة عن جواه جزيئات او جسيمات. الجزيئات دي او الجسيمات بتتحرك بطريقة ما. طب بتتحرك ايه؟ بتتحرك في جميع الاتجاهات. يعني مثلا بتتحرك في الاتجاه اكس، وبتتحرك في الاتجاه واي، وبتتحرك في الاتجاه زد، بتتحرك في كل الاتجاهات. طب تمام، مادام بتتحرك في كل الاتجاهات يعني ليها كمية حركة. كمية الحركة دي اسمها ايه؟ اسمها المومنتم. نرمز لها بالرمز بي. بتساوي ايه؟ بتساوي ام في الفي اكس. هنفترض مثلا ان هي مشيت في الاتجاه، او الجزيء ده او الجسيم ده مشي في الاتجاه اكس. يبقى هنقول ان المومنتم اللي هو طاقة الحركة ام في الفي اللي هي الكتلة في السرعة، اللي هو الاكس دي اللي هو افترضنا ان هي مشيت في الاتجاه اكس. طب تمام،
احنا عارفين ان الفورس اللي هو القوة اللي بنرمز لها بالرمز F بتساوي ايه؟ بتساوي ام في ايه اللي هو الكتلة في العجلة. طب ماشي، طب احنا عارفين ان ال V بتساوي المسافة على الزمن، ال V اللي هي في اكس بقى، احنا عشان احنا افترضناها اكس. طب لو عايزين نجيب الزمن يبقى الزمن بيساوي ايه؟ L على في اكس. تمام. طب لما نيجي نعوض في قانون الاف ده، القانون الاف ده هيساوي ايه؟ هيساوي ام. احنا عارفين ان العجلة دي بتساوي ايه؟ بتساوي السرعة على الزمن. فاحنا لو قلنا ام في الفي اكس على الزمن اللي هو ال على في اكس، يبقى الزمن هنا هنعوض مكانه ال على في اكس هتساوي ايه؟ المقام بسط، يعني الفي اكس دي هتطلع فوق، يبقى هتساوي ام في الفي اكس تربيع على ال. تمام كده، قانون الحتة دي مهم. ماشي. طب احنا عارفين ان البريشر اللي هو الضغط بيساوي ايه؟ بيساوي اف على ايه؟ القوة على المساحة. طب القوة احنا لسه جايبينها دلوقتي اللي هي ام في الفي اكس تربيع على ال، وعندنا هنا المساحة. طب لو جينا ضربنا طرفين في وسطين، يعني البي دي لو عملناها على 1 وضربنا طرفين في وسطين، يعني البي في الاي في ال بتساوي ام في الفي اكس تربيع. تمام. هنعمل ايه؟ احنا عارفين ان الحجم بيساوي الاي في ال، يعني الاي في ال دي ممكن نشيلها ونحط الحجم، يعني البي في الفي بتساوي ام في الفي اكس تربيع. تمام. طب واحنا الجسيم اللي هو بيبقى ماشي هنا ده، الجزيء اللي بيبقى ماشي هنا ده لما بيمشي في الاتجاه اكس مثلا، تبقى سرعته في الاتجاه اكس هي سرعته في الاتجاه واي هي سرعته في الاتجاه زد. تمام. طب احنا عايزين نجيب، احنا قلنا ان السرعة في الاتجاه اكس، واحنا هنا قلنا ان هي ايه؟ تربيع، بيساوي السرعة في الاتجاه واي بيساوي السرعة في الاتجاه زد. طب احنا عايزين نجيب الحجم النهائي هنا بيساوي ايه؟ بيساوي ده زائد ده زائد ده، ومادام كله زي بعضه فاحنا هنفترض ان اكس هنا اكس وهنا اكس وهنا اكس، يبقى الحجم النهائي بيساوي 3 في اكس تربيع. تمام. 3 في اكس تربيع. طب يبقى الفي توتال تربيع هتساوي ايه؟ 3 في اكس تربيع. طب تمام. طب انا عايزه الفي اكس تربيع لوحدها، الفي اكس تربيع لوحدها، الفي اكس تربيع لوحدها هتساوي ايه؟ الفي توتال تربيع على 3. يبقى البي في الفي، هنيجي هنا بقى البي في الفي بتساوي ام في الفي اكس تربيع اللي هي دي، اللي هي بتساوي ايه؟ في توتال تربيع على 3. يعني ممكن تتكتب بشكل تاني اللي هي البي في الفي بتساوي تل ام في توتال تربيع. تمام. طب الام دي بيقولك بتساوي اسم الام دي ايه؟ بيقولك الام دي اسمها توتال ماس اوف مولكيولز، الكتلة الكلية بتاعة الجزيئات. طب الام الكلية دي بتساوي ايه؟ بتساوي ان في ام، بتساوي ان في ام. الام الصغيرة دي اسمها ايه؟ الام الصغيرة دي الكتلة بتاعة الجزيء الواحد بس، يعني احنا ممكن نشيل الام دي ونحط ان في ام. طب تمام. يعني لو قلنا البي في الفي هيساوي ايه؟ هيساوي تلت ان في الام في الفي توتال تربيع. تمام. وده كله اللي هو بيساوي ايه برضو؟ تلت اللي هي الام في توتال تربيع. تمام.
طب واحنا عندنا القانون العام للغازات اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي اسمه ايه؟ بيقول ان البي في الفي بيساوي ان في الار في التي، صح ولا لأ؟ لسه قايلين. طب احنا لو ضربنا القانون ده طب البي في الفي بيساوي ان ار في التي. طب احنا قايلين ان البي في الفي فوق هنا هي دي. طب البي في الفي دي احنا لسه قايلين ان هي بتلت ام في توتال تربيع، يعني ده بيساوي ده بيساوي تلت ام في توتال تربيع. طب ماشي، لو هنضرب المعادلة دي في 3/2 يبقى 3/2 بي في يساوي 3/2 ان في الار في التي بيساوي 3 هتروح مع 3 يساوي نص ام في توتال تربيع. تمام. طب احنا عارفين ان نص ام في تربيع بيساوي ايه؟ بيساوي الكينيتيك انرجي اللي هو طاقة الحركة، يعني الكينيتيك انرجي بتساوي 3/2 بي في الفي اللي هي دي بتساوي 3/2 ان في الار في التي. طب تمام. الار دي اللي احنا قلنا اللي هي ثابت الغاز، اللي هو بيبقى مديهالك بنديهولك ناتج ثابت. هنا في القانون له قانون له قانون. ايه هو؟ بيقولك القانون بتاع الار بتساوي ان ايه في كي بي. ايه هو ال ان ايه ده؟ ال ان ايه ده بيقولك اللي هو عدد افوجادرو، عدد افوجادرو. تمام. طب الكي بي بيقولك الكي بي بيقولك اسمه ثابت بولتزمان. تمام. طب احنا عارفين ان عدد افوجادرو بيساوي 6.2% في 10 أس 23، وثابت بولتزمان ده بيساوي ايه؟ بيساوي 1.38% من 100 في 10 أس 23. طب تمام. احنا وصلنا عند القانون ده وقلنا ان الار بتساوي ايه؟ بتساوي ان ايه في الكي بي. تمام. طب ال ان ده بيساوي ايه؟ عدد المولاد. قالك بيساوي عدد الجزيئات اللي هو ان على عدد افوجادرو اللي هو ان ايه. طب تمام. لما نيجي بقى نعوض في القانون اللي هو ده هنقول ايه؟ هنقول ان الكينيتيك انرجي كي اي هيساوي 3/2 في ال n في ال r في ال t هيساوي ايه؟ 3/2 n في r في ال t. هنعوض بقى 3/2 ال n ده احنا قلنا اللي هي بتساوي ايه؟ n على n ايه؟ n ايه في ال r اللي احنا قلنا اللي هي بتساوي n ايه في ال k b في ال t. تمام. هنيجي نطير ال NA مع ال NA هيساوي ايه في الاخر؟ يبقى الكينيتيك انرجي بيساوي 3/2 n في الار في التي، اللي دي بتساوي ايه؟ بتساوي 3/2 n في الكي بي في التي. تمام. واحنا قايلين ان الكي اي بيساوي 3/2 من البي في الفي، صح؟ بتساوي نص ام في توتال تربيع. احنا بقى هنعمل علاقة ما بين السرعة والار، السرعة والار اللي هي هنعمل علاقة ما بين الفي توتال تربيع والار. تمام. يبقى عشان نعمل علاقة ما بينهم هناخد ايه؟ الفي توتال تربيع موجودة هنا والار موجودة هنا، يعني لو قلنا ان 3/2 ان في الار في التي هيساوي نص ام في توتال تربيع. لو عايزين نجيب الفي توتال بس، تمام، الفي توتال احنا خلي دي لوحدها يبقى هتساوي 3 على الام، واحنا عارفين ان الاتنين هنا دي هتطير مع الاتنين دي. طب ده دي عشان نسيبها لوحدها فاحنا عايزين دي من غير التربيع يبقى هناخد الجذر. طب احنا عارفين ان الام كابيتال بتساوي ان في ام،
وعارفين ان ال N دي بتساوي N على NA. يعني لو قلنا هتساوي 3، هناخد شرط الكسر، ال N دي اللي هي N على NA، هنا في R في T، وال M اللي احنا قلنا بتساوي N في ال M small. اللي هيطير مع التاني ال N دي هتطير مع ال N دي، يبقى هتساوي القانون النهائي 3 في ال R في ال T على ال NA في ال M. ده القانون النهائي. تمام. طب هنيجي نعمل علاقة ما بين الكي بي اللي هو ثابت بولتزمان مع السرعة، كي بي مع الفي توتال تربيع. الاتنين بنجمعهم مع بعض، احنا عارفين ان 3 على 2 ان في الكي بي في التي، ده الحتة اللي فيها بولتزمان، والحتة اللي فيها السرعة نص ام في تربيع. يعني احنا عملنا علاقة ما بين السرعة والار، وهنعمل علاقة ما بين السرعة وبولتزمان. يبقى هنيجي نقول 3 على 2 ان كي بي في التي يساوي نص ام في توتال تربيع. طب هنيجي نجيب بردك الفي توتال لوحدها، احنا الاتنين هتطير مع الاتنين، يعني هتساوي 3 ان كي بي في تي على ام، وهناخد جذر. طب احنا عارفين ان الام بيساوي ايه؟ بيساوي ان في الام، يعني هتساوي جذر 3 ان كي بي في التي على ان في الام. الان هتطير مع الان، يعني هتساوي جذر 3 كي بي في التي على الام. وكده خلص اول قانون اللي احنا كنا عايزين نثبته. هنيجي على القانون التاني اسمه الفيرست لو اوف الثيرمو داينامكس. القانون الاول للثيرمو داينامكس بيقول ايه؟ ده القانون اللي هو الدلتا يو، اللي فيه دلتا يو اللي احنا كنا قايلين ورا خالص، اللي هي لها قانون اللي هي بتساوي الكيو ناقص الورك، اللي هو ايه؟ بيقول لك الدلتا يو بتساوي الكيو ناقص الورك. الدلتا يو بيقول لك اللي هو التغير في الانترنال انرجي، يعني الدلتا يو احنا عارفين اللي هي الانترنال انرجي اللي هي الطاقه الداخليه، والدلتا دي اللي هي معناها التغير. يبقى الدلتا يو اللي هي change in internal energy اللي هو التغير في الطاقه الداخليه. الكيو اللي هي الهيت انرجي اللي هي الطاقه الحراريه. طب الورك اللي هو الشغل يعني. طب تمام. احنا لو عندنا في القانون الاول بيبقى عندنا سرعة ابتدائية اللي هي الانيشيال، وسرعة نهائية اللي هي الفاينل. طب لما نيجي نجيب الدلتا يو، فطبيعي هتساوي اليو الفاينل ناقص اليو انيشيال اللي هي الفاينل انترنال انرجي ناقص انيشيال انترنال انرجي. طب هنيجي ناخد بيزكس اللي هي حاجات عامة الاول. اول حاجة الكيو دي اول حاجة لو ادد، يعني لو احنا ضفناها هتبقى بالموجب. تمام. طب الكيو دي لو فقدت هتبقى بالسالب. والاشارات دي مهمة عشان في المسألة لو قالك ان الكيو اللي هي الهيت لو قالك ادد الرقم اللي هيدولك لو نيجي نستخدمه في القانون هتستخدمه بالاشارة الموجبة. لو قالك في مسألة ان الهيت لوست مش هيبقى مديك الاشارة، هيبقى مديك الرقم بس، وانت المفروض تكتب قدام الرقم سالب، يعني السالب في السالب هيبقى موجب. تمام. طب الكيو دي ليها قانونين، اول قانون ان هي بتساوي ام في السي في الدلتا تي، وتاني قانون ان هي بتساوي ام في ال. طب تمام. القانونين دول امتى بتساوي؟ القانون ده لما بتكون في نفس الحالة at the same state، والقانون ده at the different state. تمام. طب الام دي اللي هي الماس، والسي دي specific heat حرارة خاصة او حرارة نوعية،
والتي دي اللي هي الابسوليوت تمبريتشر اللي هي درجة الحرارة المطلقة. تمام. طب احنا لو جينا وعملنا، جبنا مثلا وعاء، تمام، وفي هنا غاز وله ضغط معين، تمام، وجينا حطينا عليه مكبس. فمادام الغاز ده له ضغط معين واحنا كبسناه، فطبيعي ان الضغط ده هيرفع المكبس ده لفوق. يعني الغاز ده هيبذل شغل عشان يرفع المكبس ده لفوق، عشان يبقى بحالته الطبيعية، مش عاوز ينضغط يعني. فلما المكبس ده يترفع لفوق، هيترفع مثلا لهنا، تمام. طب الحتة دي اسمها ايه؟ اسمها الدي واي، اللي هو الارتفاع يعني لو جينا نكبر الحتة دي هتبقى مثلا كده كده، دي الحتة اللي هي دي بس، يعني دي اللي هي الدي واي اللي هي الحتة دي، ودي اللي هي ايه؟ المساحة اللي هي الايه. واحنا عارفين ان الحجم بيساوي الايه في ال اللي هي الايه، وعندنا ال هنا اللي هي الدي واي، تمام. طب احنا عارفين دي حاجة، احنا عارفين ان الضغط بيساوي ايه؟ قلنا ان هو بيساوي القوة على المساحة. يعني لو عايزين نجيب القوة لوحدها، القوة هتساوي ايه؟ هتساوي البي في الايه. طب تمام. طب احنا الورك القانون بتاعه ايه؟ اللي هو الشغل، القانون بتاعه بيساوي القوة في الازاحة، القوة في الازاحة. طب القوة في الازاحة بيساوي القوة في الازاحة بيساوي ايه؟ بيساوي البي في الايه في الدي واي. طب احنا عايزين نكامل الشغل ده بالنسبة الابتدائي للنهائي، من الابتدائي للنهائي، من الفي اي للفي انيشيال. بي احنا عارفين ان الاي في الدي واي بيساوي ايه؟ بيساوي الفي، يبقى بيساوي الدلتا بي في الدي في، بي في الدي في هيساوي ايه في الاخر؟ هيساوي ان الورك هيساوي بي في الفي فاينل ناقص الفي انيشال. الورك هنا بقى عندنا له 3 حالات على حسب الفي فاينل والفي انيشال. هما ال3 حالات، يبقى الورك في 3 حالات، ممكن يكون موجب، ممكن يكون سالب، وممكن يكون بصفر. طب في حالة الموجب امتى؟ لو الفي فاينل اكبر من الفي انيشال، لو الفي فاينل اكبر من الفي انيشال فهتبقى الورك بالموجب، يعني ان الدلتا في هتبقى عالية. يعني مادام الدلتا في عالية، يعني التغير في الحجم بيزيد، يعني التغير في الحجم هنا بيزيد، هيفضل يزيد 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 يترفع فوق. يعني بيحصل ايه؟ بيحصل تمدد، ما بيحصلش انكماش، لا بيحصل تمدد. يعني في الحالة دي بيحصل اكسبانشن، تمام. الشكل المعبر عنها من البياني ايه؟ بيبقى كده، وهنا الفي وهنا البي، بيبقى الشكل معبر عنها بالسهم ده، وهنا بيبقى هنا الفي الابتدائي، وهنا بيكون الفي النهائي. طب تمام. طب طبيعي الورك هيكون بصفر امتى؟ لما يكون هنا الفي النهائي بيساوي الفي الابتدائي، فطبيعي الاتنين دول طرحهم ما يكون بصفر، واي حاجة بصفر بصفر. يبقى هنا الورك هيكون بزيرو لما يكون ان الفي اف بيساوي الفي اي. مادام الفي اف بيساوي الفي اي، يعني الحجم النهائي هو الحجم الابتدائي، يعني ما حصلش تغير في الحجم، يعني ولا ده طلع فوق ولا ده نزل تحت، المكبس ده فضل زي ما هو. يعني الدلتا في بيساوي زيرو، يعني الحجم متغيرش، شكله فضل زي ما هو، يعني مفيش شغل الغاز ده بذله، ولا طلع المكبس لفوق ولا نزل لتحت. يعني الورك هنا هيكون بزيرو، والفوليوم doesn't change، الحجم متغيرش. طب الورك يبقى بسالب امتى؟ لو عندنا الفي الابتدائية دي اكبر من الفي النهائية،
هيبقى الناتج عندنا بالسالب، يعني الفي الابتدائي بيكون اكبر من الفي النهائي، يعني الدلتا في هتبقى قليلة. دلتا في قليلة يعني هيحصل انكماش، هنا مش هيحصل تمدد. يعني لما يحصل انكماش اللي هو compression. الشكل المعبر عنها ايه؟ عندنا شكلين، شكل هو نفس الشكل ده اللي هو كان البي في الفي، بس هنا بدل ما يكون هنا كان هنا ايه الفي اي، هنا لا هيبقى الفي اف، وهنا الفي اي. الفي اي هنا اكبر من الفي اف، هنا الفي اف اكبر من الفي اي، عشان كده الناتج موجب. اما هنا الفي اي اكبر من الفي اف فيكون هنا الناتج سالب. او الشكل التاني هو نفس الشكل، هنا الفي وهنا الفي وهنا هيكون الفي اي برضو، وهنا هيكون الفي اف، بس بدل ما يكون السهم مدي على الفي اي لا السهم هيكون طالع على الفي اف. هنا لا السهم هنا هيبقى هنا الفي اي وهنا الفي اف. تمام، ده كده الشكلين المعبرين لما يكون الورك بالسالب. طب هنيجي الكيرف اللي هو بتاع البي في كيرف اللي هو بيبقى الفي مع البي. تمام، البي في كيرف، البي في كيرف مثلا لو احنا عندنا ده الشكل البي في كيرف، فاحنا عندنا النقطة دي ب1 والنقطة دي ب2، وعندنا النقطة دي والنقطة دي، والسهم ده نازل كده او طالع لفوق عادي. ده هيبقى الفي اي وده هيبقى الفي اف. تمام، دي هنسميها النقطة 1، دي هنسميها النقطة 2. احنا عندنا بقى ايه؟ بيقولك ان الكيو والورك بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا على الحالة اللي هي الستيت، بيعتمدوا على الحالة اللي هي ستيت 1 والستيت 2 او البوينت 1 والبوينت 2، وبيعتمدوا على الباس اللي هو السهم طالع لفوق ولا نازل لتحت، لان قلنا السهم ده هو اللي هيعرفك فين الفي اي والفي اف، وهيعرفك من الاكبر ومن الاصغر، فنعرف من الموجب ومن السالب. يبقى الكيو والدبليو بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا على الستيت اللي هي بوينت 1 وبوينت 2، وبيعتمدوا على الباس اللي هو السهم. طب بيقولك الدلتا يو نفسها، الدلتا يو بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التو بوينت اللي هي بوينت 1 وبوينت 2 اللي هو الفاينل والانيشيال بوينت. طب تمام، طب احنا عارفين ان الدلتا يو بتساوي الكيو ناقص الدبليو. طب الكيو ده هيكون مديهالي، واحنا دورنا نعرف ان هي بالموجب ولا بالسالب لما نعرف ان هو قايل ادد ولا لص. طب الورك لو احنا هنجيبها، ده الشكل من دول، هنجيب الورك ازاي من الشكل ده؟ الورك هنجيبه من الاريا اندر كيرف اللي هي المساحة تحت المنحنى، اللي هي بتبقى هنا عندنا مثلا اهو. فاحنا عندنا شكلين تحت المنحنى، عندنا الشكل 1 وعندنا الشكل 2. الشكل 1 ده بيبقى مثلث، والشكل 2 بيبقى مثلا ده مستطيل. فاحنا هنجيب المساحة 1 والمساحة 2 وهنجمعهم على بعض، دي كده هنعرف نجيب الورك. هنيجي على اخر حاجة في انواع خاصة في الثيرموداينامكس. عندنا كام نوع؟ 4 انواع. اول نوع اسمه ايه؟ اول نوع اسمه ايزوباريك بروسيس. ايزوباريك بروسيس، قالك في الايزوباريك بروسيس هنا بيبقى مين الثابت؟ بيبقى البريشر، الضغط هنا اللي بيكون الثابت. يعني الشكل البياني بيبقى هنا البي وهنا الفي، هيبقى الشكل ثابت، وهنا يبقى الفي initial وهنا يبقى الفي final. تمام، طب احنا عارفين ان الورك بتساوي تكامل البي في الدلتا في. تمام، يعني بيساوي البي في الفي فاينل ناقص الفي اي. تمام، طب احنا عارفين ان القانون العام في الغازات بيقول ان بي واحد في واحد على تي واحد بيساوي بي اتنين في اتنين على دي اتنين. وبيقولك في النوع ده مثبت مين؟ مثبت الضغط، يعني البي دي هتطير مع البي دي، يبقى في واحد على تي واحد بيساوي في اتنين على تي اتنين. تمام، وبيقولك هنا الدلتا يو القانون بتاعها هيساوي ايه؟ هيساوي الكيو ناقص الدبليو. تمام،
ده كده اول نوع في السبيشال كاينز. طب تمام، تاني نوع اسمه ايه؟ تاني نوع اسمه ايزوكوريك بروسيس. ايزوكوريك بروسيس، او لا اسم تاني ايزو فوليومتريك بروسيس. من اسمها مثبت مين؟ مثبت الفوليوم. يعني الشكل هيبقى ايه؟ الشكل هيبقى كده، هنا البي وهنا الفي، هيبقى الحجم ثابت، الحجم هيبقى ثابت. طب في القانون العام في الغازات اللي هو بي واحد في واحد على تي واحد بيساوي اتنين في اتنين على تي اتنين، هنا مثبت مين؟ مثبت الحجم، يبقى الحجم هو اللي هيطير، يبقى بي واحد على تي واحد بيساوي بي اتنين على تي اتنين، بي واحد على تي واحد بيساوي بي اتنين على تي اتنين. طب قالك هنا الدلتا يو بتبقى ايه؟ الدلتا يو هنا قالك بيساوي الكيو بس، مش بيبقى فيه شغل. لان ليه مفيش شغل؟ لانك عندك هنا الشكل مفيش تغير في الحجم، عندك النقطة دي بنفس الرقم والنقطة اللي فوق بنفس الرقم، يعني الدلتا في بيساوي زيرو. ومادام الدلتا في بيساوي زيرو يبقى الورك بيساوي ايه؟ بيساوي زيرو، يبقى الدلتا يو بيساوي الكيو. وهنا عشان add the same state يبقى n في السي في في التي. وقالك الكيو هنا هتبقى added يعني موجب، يعني الدلتا يو بتبقى موجب، يعني على طول بتزيد. طب تالت نوع اسمه ايه؟ تالت نوع اسمه الدياباتيك بروسيس. اسمها العملية المعزولة حراريا. معزولة حراريا يعني الكيو اللي هي بتساوي ايه؟ بيساوي زيرو. مادام زيرو يبقى الدلتا يو، احنا عارفين الدلتا يو بتساوي الكيو ناقص دبليو، وهنا زيرو يبقى هتساوي في الاخر الدلتا يو هتساوي السالب وورك. الشكل بتاعها هيبقى كده، هنا البي وهنا الفي. تمام. طب وهنا عشان الحالة اتغيرت يبقى هنا الورك هتساوي البي في الدلتا في. تمام. واحنا عارفين ان اصلا في القانون العام في الغازات ان البي في الفي بيساوي ان في الار في التي، فاحنا لو جبنا البي في دي عايزين نجيبها لوحدها، فالبي دي هتساوي ايه؟ ان في الار في التي على الفي، صح؟ فنيجي لو جينا نعوض في القانون ده ان الورك هتساوي ايه؟ هيساوي ان في الار في التي على الفي في الدلتا في. هنعمل تكامل، عندنا ايه الثابت هنا؟ عندنا الثابت ال N وال R، يبقى ال W هتساوي N في ال R، هنطلعهم برا وهنكامل. هنكامل ايه؟ هنكامل ال T على ال V في الدلتا V. تمام، ده قانون النهائي. طب بيقولك لو الدلتا يو هنا طلعت موجبة يبقى الورك هنا هيبقى بالسالب. تمام، لان الدلتا يو هنا موجبة. احنا قلنا ان الدلتا يو هنا بتساوي ايه؟ الدلتا يو هنا بتساوي سالب وورك. طب عشان الناتج ده يطلع بالموجب لازم يكون الورك ده بالسالب، عشان سالب في سالب بموجب، يبقى لازم عشان دلتا يو تبقى موجبة يبقى الورك لازم يكون بالسالب. ومادام الورك بالسالب يبقى في حالة كومبريشن يعني انكماش. طب لو الدلتا يو ده طلعت بالسالب يبقى الورك بالموجب، يبقى في حالة اكسبانشن. طب تمام. طب النوع الرابع والاخير اسمه ايزو ثيرمال بروسيس. الايزو ثيرمال بروسيس ده بيقولك ايه؟ بيقولك هو ثبت درجة الحرارة، ثبت درجة الحرارة. واحنا هناخد القانون بتاع الدبليو من فوق اللي هو هيساوي ايه؟ بيساوي ان في الار، وعشان هو ثبت درجة الحرارة فالتي دي هتطلع برا مع الثابت تي تكامل الدلتا في على الفي. تمام. وقالك هنا قانون، قالك هنا عشان درجة الحرارة ثابتة يعني مفيش internal energy، يعني الدلتا يو هتساوي زيرو، وقالك الكيو هنا هي اللي هتساوي الورك. تمام، لان الدلتا يو احنا عارفينها ان هي بتساوي كيو ناقص الورك، مادام الدلتا يو بالزيرو يبقى الاتنين دول قد بعض. تمام كده نكون خلصنا.